بصولي على الحلاوة والجمال بتاعة الجلاش بتاعتنا. سامعين صوت القرمشة من بره مع طراوة خطيرة من جوه. عملناه بأبسط وأسهل وأسرع طريقة من غير ما ندهن طبقات. حاجة كده تحفة روعة، لازم تجربوه. نحتاج لفة جلاش وتكون طازة بالشكل الجميل ده. ورقة من الجلاش نلفها على شكل مروحة. عايزة ترفعيها عايزة تعرضيها زي ما حضرتك تحبي. وبعدين نلفها على شكل وردة بالشكل ده ونرصها في الصينية المدهونة بالسمنة. هنكمل كل كمية الجلاش بنفس الطريقة. واحدة كمان. هنمسك ورقة الجلاش نلفها على شكل مروحة. وبعدين نلفها على شكل وردة. بعد ما لفيت الجلاش بالشكل الحلو ده، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومش هتاخد معاكي وقت وطعمها خطير جدا. هجيب نص كوباية من السمنة على الزيت او سمنة بس. انا عاملاها هنا صيامي، جايبة ربع كوباية من الزيت على ربع كوباية من السمنة النباتي وهدهنهم بيها. عايزين ندهنهم كويس علشان لما ندخلهم الفرن ياخدوا لون ذهبي حلو. دهنت كل الجلاش بالسمنة. هندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. هسيبه لحد ما يتحمر وياخد لون. هنجيب كوبايتين من اللبن النباتي، لبن الصويا او اللوز او جوز الهند زي ما تحبي، او لبن حليب عادي. نص كوباية من اللبن، معلقة ونص كبار من الكاسترد وهدوبهم في اللبن. لو حضرتك حابة تضيفي بديل الكاسترد باكو كريم كراميل هيبقى تحفة. هدوب الكاسترد في نص كوباية اللبن. هنزل بالكاسترد بعد ما دوبته على اللبن وهو بارد وهقلبه بالشكل ده. هضيف السكر، حضرتك حطي التحلية اللي تحبيها. انا هنا هضيف 4 معالق من السكر عشان الكاسترد طعمه حلو. لو حضرتك حابة تقللي قللي مفيش مشكلة. 3. هدوب السكر مع الكاسترد واللبن. هرفعهم على نار متوسطة لحد ما يبدأ الكاسترد يغلي واطفي عليهم النار. رفعت كده خليط الكاسترد على النار وبدأ يغلي ويتقل شوية. احنا عايزينه قوام متوسط مش تقيل. هضيف عليه باكت فانيليا عشان يديله ريحة حلوة بالشكل ده. هاخد الجلاش اللون الذهبي الجميل ده هننزل عليه بخليط الكاسترد ويكون دافي. عايزين نسمع الصوت الحلو ده. نزلنا بخليط الكاسترد كله كده على الجلاش وهندخله الفرن تاني لمدة 5 دقايق لحد ما يتشرب وياخد الطعم الجميل ده. شكل الجلاش بتاعنا بعد ما خرج من الفرن بعد ما حطيناه 5 دقايق. حاجة كده تحفة، طعمه خطير وريحته خطيرة. عايزة اقول لكم ان ريحته قلب البيت من حلاوتها. ممكن نزينه بشوية مكسرات بالشكل ده، شوية جوز هند. لو حضرتك عايزة تزودي الحلاوة بتاعته هنديله معلقتين عسل ابيض او معلقتين شربات تقيل زي ما تحبي. بصولي على الحلاوة والجمال بتاعت الجلاش بتاعتنا. حاجة كده تحفة، عملناها بأبسط طريقة.